بس تفتكر معايا يا صديقي ان بعد الحرب والانتصار انتهت الحدوتة؟ بالعكس، دي بدأت قواعد اللعبة بتتغير بشكل جديد وعصري. نيجي لأهم نقطة في حلقتنا النهاردة، وهي اتفاقية السلام. هي في الحقيقة كانت اتفاقية سلام بالنسبة لمصر، لكن للطرف الثاني في الاتفاقية هي كانت بداية حرب جديدة من غير مدافع ولا طيارات ولا صواريخ. حرب كده زي ما بيقولوا ناعمة، تطبيع واختراق ثقافي وتجسس وتكنولوجيا وسيطرة اقتصادية وسيطرة مائية. إسرائيل واثقة ومتأكدة إن هي مش هتقدر تكسب جولة تاني قدام الجيش المصري، فقالت نفتعل الحرب من الداخل ونجر مصر لمواجهة مباشرة عشان نقدر ساعتها نتفوق عليها. في برامج كتير عندهم في إسرائيل، محللين سياسيين واستراتيجيين بيقروا وبيؤكدوا إن الجيش المصري هو التهديد الوحيد ليهم في المنطقة. مش بيقولوا حزب ولا ميليشيا، بيقولوا الجيش المصري، لأنه فعلا بمعنى الكلمة هو جيش منظم قادر يحمي مياهه الإقليمية وسماه وأرضه. نيجي بقى لقواعد اللعبة الجديدة اللي قلتلك عليها. كل كام سنة يا صديقي يفتعلوا مشكلة ويقوموا باحتلال أو ضرب أو الهجوم على غزة. ليه يا صديقي بيهجموا على غزة؟ عشان يولعوا المنطقة ويقيسوا ردود الأفعال ويضغطوا على مصر إنها تتدخل، إما بالوساطة أو بالمواجهة العسكرية. ولو مصر ما انساقتش ورا أهوائهم ووافقت على المواجهة أو رضيت بيها، على طول يتقال إزاي مصر سايبة إخواتها في غزة يتضربوا ويتقتلوا ويتشردوا